السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تمام. وياكم اخوكم عمر الدلفي. طبعا قبل كل شي راح نبدي تصعيد التقييم بسرعة. اول شي خلينا نبدي معاينة. طبعا هذا الشرح للي ما يعرف شنو معنى التقييم. تدخل على الموسم، معاينة. اول شي هنا بالفضي ينطونك هذا، تكرمون اللي الحذاء. وبالذهب يعطونك من توصل 9 تقييم ذهب يعطونك هذا البنطلون. او بالبلاتينيوم يعطونك هذا اللبس. او بالماسي يعطونك هذا اللفاف. او بالتاج راح ينطونك هذا السلاح. وطبعا من توصل ورقة رابحة يعطونك المظلة. والكونكر الغازي يعطونك هذا الغلاف اللي يخلونه على اسمك. فانا هسه وصلت ايس. طبعا اتأخرت بصعود الايس لان شوية ملتهي وما جاي العبه هواي، لان انا ذاك الموسم خلال 5 ايام 6 ايام صعدت ايس. طبعا لازم تختارون المنطقة هاي الثلجية لان دائما ما ينزلون بيها هواي العالم. لو سان هوك لو هاي الثلجية، لان ما مرغوبة يعني عند الناس المحترفة. انتم مو مشكلة، بس صعدوا تقييمكم اول اسبوع ووراها نزلوا حاويات نزلوا مطار بكيفكم. المهم بس اخذوا هاي المظلة. طبعا انا المظلة عجبتني كلش. فهسه راح نفوت احنا لوض السكواد، وراح اشوفكم وين راح تنزلون على مود تفتهمون. طبعا اليوم نازل انا واخوي وصديقي الغالي اركان. شلونك اركان حبيبي؟ اسف طبعا. بعد روح اخوي، نحمد الله. انت الله شلونك؟ يقول طيب دوامك انت يا رب. طبعا حبيبي. دائما انه هذا مسار الطيارة. طبعا يدور تقييم، هي مو كمبرة. بس اول اسبوع اخذ المظلة وبعد ما تريدون تنزلون نزلوا مكان خطر. لازم تلوتون يعني تاخذون سيارة وتلوتون مناطق بعيدة. هسه انا هنا اشتر. اوكي. يبقى اخر سكواد، او مثل يبقون 20 واحد 30 واحد ودخلوا مواجهة عادي من احسنكم. تطلع من الجيم عندك 8 خلاص 9 نعمة. احسن ما تموت اول بداية. طبعا اللي يدور تقييم وينزل بالبداية مكان خطر راح ينزلون مثل 5 سكوادات 4 سكوادات. فما ما راح يسيطر. واحتمال يجوز ينغدر يعني. هو اللعب هم بيغدر وبكل شيء. المهم انا بالنسبة لي يعني نصيحتي لكم، طبعا انا هذا اخر جيم واخذ المظلة. نصيحتي لكم تحاولون تنزلون مكانات بعيدة، يعني تاخذون سيارة وتلوتون بعيد بين ما ترتبون اموركم وهاي. بس احنا ننزل، لان اذا تموت بالبداية راح ينزلونك هو ينزلونك 40 نقطة 35 نقطة، يعني تخسرك مال 5 قيوم 6 قيوم اللي قدام. وتحياتي لكم. انا ما احب اطول الفيديو، يعني ما راح اصور لكم الفيديو كامل. تحاولون تنزلون يعني على الشارع او مكان خفيف، بيوت خفيفة، بين ما تاخذون سلاح تقدمون على كيفكم. اما بين ما تلوتون بين ما هاي تروحون المنطقة الثانية. طبعا هي هاي مو كمبرة. وللي شخص اللي ما يعرف، الشخص اللي يدور تقييم، انا بالنسبة الي راح اول ما اخذ المظلة بعد راح انزل كل حاويات، لو حاويات لو مطار. طبعا انا ليش نصحتكم بالثلجية؟ لان الثلجية ما ينزلون بيها هواي وبسرعة ينتهي الجيم ويعطونكم يعني شغلات بيها. وتحياتي لكم يا حبايب. واي شخص يحتاج شي اخلي لكم رابط جروبنا بالوصف. هم جروب بوبجي يعني بيه اكثر من 10,000 عضو وكلهم متفاعلين طبعا.
هو طبعا اليوم راح نسوي روم. اوكي الساعة 12 اللي يحب يدخل هم يكتب تم ويدخل بجروبنا، والروم راح يكون بدون قتال، بس تصوير وتحشيش، يعني شوية ضوجة. اوكي يا حبايب، تحياتي لكم، باي باي. هسه تركوني خلنا نلوت. ان شاء الله راح انزلكم يعني الايام الجاية، لان انا بعد خذت المظلة وخذت الامور كلها، راح انزل كل حاويات ومطار. فدوا لقلبكم، ولا تنسون لايك واشتراك اذا انتم ما مشترك. طبعا شباب طبعا شباب، نسيت نقطة مهمة، وهي اذا صاحبك يوقع تعالجه، هم يفرق بالتقييم، يعطونك اكثر او تعطي دم او تعطي سلاح او تعطي اتاد، هذا كله ينحسب الك للتقييم يا حبايب. بس هاي النقطة حبيت يعني نسيت اقولها وهسه ضفتها. فدوا لقلبكم غوالي.